تعال اقول لك افضل بدايل لشات جي بي تي مجاني وبتديك مميزات كتيرة جدا وافضل من شات جي بي تي اساسه. بص هقول لك احنا معانا اكثر من بديل، لكن هقول لك على احسن حاجة بديلة لشات جي بي تي. احنا معانا تقريبا 4 بدايل وكلهم ممتازين جدا ويدوك خدمات كثيرة جدا وافضل من موقع شات جي بي تي اساسا، كثيرة جدا مثلا الاسئلة، التحدث، التصميم، الصور، الفيديوهات، الاكواد البرمجية، التعليم وحاجات تانية كتيرة جدا زي ما انت شايف كده. على ده كله ممكن على بديل واحد اللي هو اول بديل وافضل بديل. تاني بديل بيديك يعني شوية مميزات لكن مش زي أول بديل، تمام؟ زي ما انت شايف كده المميزات. تعال أقول لك على أهم المميزات اللي بيديهم لك الشات. أولا بيدعم جميع اللغات والقدرة، بيدعم جميع اللغات، يعني عربي ماشي، إنجليزي ماشي، فرنساوي ماشي، بص كل اللغات بيدعمها، دي أول حاجة. تاني حاجة القدرة على فهم السياق، يعني انت عايز في دماغك حاجة معينة، عايز تعمل صورة معينة، عايز تسأله سؤال، عايز تعمل فيديو، عايز محتوى، عايز عنوان، أي حاجة بس تكون واضحة شوية، اللي هو القدرة على فهم السياق. تقديم إجابات دقيقة، بيقدم لك إجابات دقيقة جدا زي ما انت شايف كده، وتقدر تستخدمه على التليفون واللابتوب، ودي حاجة حلوة جدا. تقدر تستخدم الابليكيشن او الموقع. والمزيد من المميزات، طبعا في مميزات كتيرة جدا جدا زي ما انت شايف كده. طيب تعال اقول لك على اول بديل معانا، وهو اللي دينا ساعة بنتكلم عليه، وهو بوي. بوي ده افضل بديل معانا في الفيديو حرفيا زي ما انت شايف كده، وانا بسجل من جوه الابليكيشن نفسه، تمام؟ دي كلها مميزات بيديها لك. يعني انت مثلا تقدر تسأله سؤال، كمان انت لو عايز لوجو في خانة اللوجو زي ما انت شايف كده، عايز بص كل حاجة مفتوحة قدامك. انت عايز تتعلم لغة برمجة، عايز كود برمجة جاهز، عايز بص كل حاجة مفتوحة في البرنامج. عايز صورة معينة بجودة عالية جدا، بدل ما تروح على المواقع، لا انت هنا بتكتب على طول عنوان الصورة او ايه الصورة اللي انت عايزها وبيطلع لك جودة ممتازة جدا جدا. كمان تقدر تسأله عن افكار، بيديك افكار، انت ممكن تديه معلومات فقط وتفاصيل، يعمل لك بوستر، يعمل لك صورة مصغرة زي ما انت شايف كده، تمام؟ وهو بوي. هقول لك ازاي تنزله وتستخدمه، تمام؟ بس بعد ما نقول الثلاث بدايل التانية. تاني بديل وهو شات بوت، زي ما انت شايف كده بيديك بعض المميزات، لكن البديل الاول اللي هو قلناه تمام بيديك المميزات كلها، تمام؟ او بيديك مميزات كتيرة جدا جدا تستخدمها ومجاني، تمام؟ زي ما قلنا بديل تاني حاجة هو شات بوت. شات بوت انت تقدر تستخدمه بيديك مثلا 4 نقاط، تقدر كل سؤال بنقطة. خلصوا ال4 نقاط بتسمع إعلان، بتدوس دي اللي هو الإعلان، بتقدر تسمع إعلان كله مثلا 30 ثانية، وبيديك 10 نقاط تانية، وتقدر مثلا تسمع إعلان تاني بعده يخلصوا 10 نقاط تانية، الإعلان كله مثلا 20 30 ثانية، تمام؟ تالت بديل وهو جوجل بارد شات سونيك. دول 4 بدايل بيدوك نفس الميزة، لكن أفضل حاجة زي ما قلنا اللي هو أول بديل معانا بوي، وده يعتبر ما نقولش عليه مثلا بديل، لأن ده هو شات جي بي تي معاك، وكمان أقسام. ده أنت تقدر تعمل فيه مثلا بوت خاص بيك، يعني زي البوتات اللي أنت شايفها في البرنامج كده، أو الابليكيشن أو الموقع. وتاني شات هو شات بوت، ده بيديك مميزات كتيرة جدا زي ما قلنا، اللي هو مثلا تحدث، تقدر تسأله أي سؤال تتحدث معها، وكمان سيرش ويب وتقدر تصمم من خلاله، وبيديك صور بجودة عالية، تقدر تعمل لوجو في خطوتين، وأكواد برمجية والتعليم، وتقدر تعمل بوت خاص بيك. دي كلها مميزات، وباقي المميزات هتكتشفها بنفسك في البرنامج، تمام؟ احنا لو قعدنا نقول جميع المميزات يبقى احنا كده عايزين فيديو طويل جدا، تمام؟
طيب انت خلينا في اول بديل. طيب اول بديل معانا هندخل على الجوجل بلاي او المتجر وهنكتب بوي BOY، تمام، وهنعمل سيرش، هيظهر لنا الابليكيشن، هندوس عليه وهنعمل له تثبيت. هنفتح الابليكيشن هيظهر لنا بالواجهه دي، تقدر تكتب الايميل بتاعك وكلمة السر، او تدوس على طول كونتينيو جوجل او تسجيل عبر حساب جوجل وهتسجل. بعد كده يفتح لك واجهة البرنامج. واجهة البرنامج سهلة جدا جدا، انت تقدر تختار البوت اللي انت مناسبك. مثلا انا عايز سؤال، مثلا اختار مثلا البوت ده، اساله مثلا اي سؤال، مثلا يكن تعالى نساله، هقول له مثلا نكته جميله مثلا، او اي سؤال انت تقدر تكتبه بصفه عامه وهيديك الاجابه زي ما انت شايف كده بسرعه شديده، تمام. تاني حاجة مثلا لو عايزين نستخدم قسم مثلا لوجو ديزاين، تمام، هنضغط عليه، هتدي مثلا، هقول له لوجو، تصميم لوجو الشركة، تصميم لوجو المحل، هكذا تقدر تدي التفاصيل. بس هنا التكاية في التفاصيل، انت لو اديت التفاصيل صح، تمام، بيديك نتيجة مبهرة. يعني انا مثلا هكتب له اسم مثلا الدولي، المحتوى او ايه الشركة دي بتعملها، مثلا هقول له التصميم الجرافيك، مثلا البرمجة، اي حاجة، تمام. تاني حاجة مثلا تالت حاجة نديه الالوان، مثلا اقول له ازرق، احمر، اخضر، هتديه الالوان اللي انت عايزها او المطلوبة منك. رابع حاجة تفاصيل زيادة، عايز اللوجو ده عبارة عن، وهكذا. تقدر تستخدم مثلا البرمجة اللي هي بيديك البايثون زي بايثون، وهكذا يوتيوب تمبل، وهكذا. بتقدر تستخدم أقسام كثيرة جدا. كمان تقدر تعمل بوت خاص بيك زي ما قلنا من هنا، وهتعمل إنشاء بوت، وتقدر تعمل بوت خاص بيك. وبكده نكون شرحنا الفيديو. لو عايز نشرح كل حاجة بالتفاصيل والبدايل، كل بديل بتفصيل، والبديل الأول اللي هو بالابليكيشن والموقع وازاي نستخدمه وهكذا بالتفصيل، حط لايك وانتظر الفيديو الجاي.